عليكم، مرحبا. أنا ليلى فتوح. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض طبق رمضاني من الدرجة الأولى، وكمان طبق جميل جدا في أيام الصيف الحارة، لأنه طبق بيرطب على القلب، طبق يعني رائع من الدرجة الأولى. هنعمل النهاردة طبق ليالي لبنان، طبق بسيط جدا ما بياخدش مننا مجهود، طعمه مميز، وزي ما حضرتك شايفة ارتفاعه ما بيبقاش عالي، لأنه هو بيتحط في صواني عادية أو يعني أي صينية موجودة عندك في البيت، فلذلك هو مش محتاج أدوات متقدمة، تقدري تنفذيه في أي شكل بيعجبك، بس أهم حاجة إن ما يكونش الشكل أو الصينية اللي بنستخدمها بحافة مرتفعة قوي، لأنه هو بيبقى سمكه حوالي 3 سنتي، بسيط. يعني معايا مول مقاسه 30 سنتي، ده مول بتاع طرد، انا هستخدمه، يعني نوع من انواع التغيير في الشكل. وتقدري تستخدمي زي ما قلنا صينية عادية، دهنته على اساس ان انا اضمن ان مفيش حاجة تلصق فيه. ومعايا 4 كوبايات من اللبن، ده لبن عادي، وهنزل عليهم بنص كوباية من الكريمة الفريش، دي كريمة تقيلة طبعا عشان اعزز طعم اللبن بتاعي، لان اللبن بتاعي لبن بيبقى موجود في زجاجات. ومعايا كمان 3/4 كوباية من دقيق السميد اللي هو دقيق البسبوسة، وهنزل عليهم ب3/4 كوباية من السكر الحبيبات العادي. طبعا الكوبايات بتاعتنا دي 1.5 والتانية ربع. هنزل عليهم كمان بمعلقة صغيرة من المستكة المطحونة مع شوية سكر صغيرين، وكمان معلقتين من اللبن البودر، معلقتين كبار، على أساس إن أنا أعزز طعم اللبن بتاعي. تقدري حضرتك تستخدمي لبن عادي بدون ما تستخدمي الكريمة الفريش لو اللبن بتاعك دسم وحلو. هبتدي دلوقتي أرفعه على النار، وطبعا هستخدم نار متوسطة، أنا مش عايزة نار عالية، بس طول ما أنا حاطة المهلبية بتاعتي على النار لازم أفضل أقلب فيها، لأن بعد شوية دقيق السميد بتاعي هيدي سمك زي ما حضرتك شايفة، وهيبتدي يطلع لي فقاعات الهواء، ده دليل على إنه استوى وبقى تمام معانا. هنزل عليه، هطفي طبعا النار، وهنزل عليه بمعلقة كبيرة من ماء الزهر، لأن من مميزات طبقنا إنه هو بيبقى فيه ماء الزهر، ما نقدرش نستغنى عنه. لو انت ما بتحبوش قوي ممكن تحطي فانيلا عاديه، لكن اساسيات الطبق هو ماء الزهر. هبتدي اشيله من على النار، وهنزله على طول في الطرت بتاعنا مباشره وهو سخن، لان انا لو سبته شويه هيمسك ومش هعرف انزله، ومش هعرف اساوي الطبق بتاعي ويبقى السطح بتاعي النهائي مستوي. شوفي حضرتك، لاحظي اللي في الحله مسك شويه، ولما هينزل على باقي الكميه هيبقى فيه فرق، لكن احنا هنهز شوية الصينية بتاعتنا بحيث ان السطح بتاعنا يبقى مستوي. هركنه على جنب لغاية ما يبرد، وبعد كده هدخله التلاجة. معايا قشطة طبيعية، مش شبه قشطة، لان اللي موجود في السوق بيبقى شبيه للقشطة، معمول بالزيوت النباتية، لكن القشطة اللي انا بستخدمها دي طبيعية 100%. انا معايا كده 200 جرام قشطة، وهنزل عليهم بظرف كريمة ويب، طبعا ده عشان يديني طعم كريم شانتيه، ممكن حضرتك بنفس الكمية تحطي كريم شانتيه. وهنزل عليهم بمعلقتين كبار من الكريمة الفريش، دي كريمة تقيلة انا بستخدمها في الطبخ وفي الحلويات، يعني 2 في 1. طبعا عشان الكريمة الفريش هي اللي هتخلط لي كويس الكريم شانتيه اللي انا حطيته. هبتدي دلوقتي انزل بمعلقه صغيره من ماء الزهر، لان طبعا ماء الزهر هو الطعم الغالب على طبقنا. تقدري حضرتك تستخدمي فانيلا مكانه، لكن هو اصول الطبق موجود فيه ماء الزهر. هبتدي دلوقتي اشوف الكريمه بتاعتي بقت ملمسها رائع، بتشكل لي شكل المنقار، بتلمع، طعمها يعني خطير، وفي نفس الوقت طعم غني، يعني طعم ريتش قوي. هبتدي دلوقتي اشوف الطرت بتاعي بعد ما مر عليه ساعة في التلاجة، هقلبه على طبق التقديم، وهرجه رجة بالراحة برفق. واو، حاجة رائعة،
يعني فوق الخيال. مفيش اي حاجة عالقة في الطبق بتاعنا، ده بفضل نقطة الزيت اللي احنا عملناها. وفي نفس الوقت هو الطبق بتاعنا تيفال، بس انا كنت حريصة عشان حواف الطبق بتاعتي ما تتكسرش، بالذات ان هو فيه تجويف عميق من الداخل وما هواش سطح مستوي، لا سطح فيه رسومات. انا هبتدي دلوقتي اوزع الكريمة بتاعتي. طبعا كيس الحلواني ساعدني على كده ان انا اوزعه بشكل مرتب، وبعد كده بالسباتيولا بتاعتي انا هوزع الكريمة بحيث انها تبقى كلها ارتفاع واحد وسمك واحد، ويا دوبك السطح بتاعي هحاول ان انا اسويه. معايا دلوقتي فستق بودر. هبتدي دلوقتي احدد الخط بتاعي بتاع الحافة، على اساس ان انا موصلش بالمصفى بتاعتي لغاية الحافة، لان ده هيوسخ لي الحافة بتاعتي ومش هيخليها شكلها مرتب من بره، ومش هيحافظ على الجمال اللي انا عايزة اظهره في النهاية. هبتدي دلوقتي املى الفراغات من الداخل بالفستق، ومعايا فراولة فريش هقطعها انصاف. تقدري حضرتك تستخدمي اي صنف من المكسرات متواجد عندك في البيت، لكن انا حبيت ان انا احط لك الوان بحيث ان الطبق بتاعنا يبقى مبهج. وطبعا زي ما احنا عارفين العين بتاكل قبل البق. وهبتدي دلوقتي ان انا احدد الطبق بتاعي شكل القطع اللي انا بعد كده هقطعها، عشان اعرف احط قطع الفراولة، ويبقى كل قطعة فيها في المنتصف فراولاية، يعني انصاف من الفراولة. طبعا طبقنا بسيط جدا وسهل، ومش محتاج افتكاسات كتير ولا محتاج مجهود جبار عشان اعمله، لكن الطعم رائع. يعني حقيقي مش هتبطلي تعمليه، وبالذات في ايام الصيف مش في رمضان وبس. وبكده يبقى احنا وصلنا لنهاية حلقتنا وطبقنا خلص. وبعد التقديم، اثناء التقديم انا بنزل على القطعة شوية سيرب خفيف، ده حسب المذاق، يعني ممكن وممكن لا، حسب اللي حابب. ويا ريت النهارده يكون طبقنا عجبكم ونال اعجابكم، ويا ريت ما تنسونيش في الدعاء في صالح اعمالكم في الايام الفضيله ليا والام الغاليه بالرحمه والمغفره. اكون سعيده جدا وممنونه، واسيبكم في رعايه الله وحفظه. مع الف سلامه.